بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الاحد الاول من الصوم المقدس يأمرنا فيه ربنا يسوع المسيح ان نكنز لنا كنوز في السماء، ودي الافتتاحية اللي افتتح بيها الرب يسوع انجيل هذا القداس، ان احنا كل واحد يكون له حساب في السماء. اكنزوا لكم كنوزا في السماء. يبقى اي انسان عادي في العالم يعرف ان لازم يكون معاه من المال ما يكفي لشراء ما يريد، لازم يكون عنده فلوس شايلها عشان يشتري اللي عاوزه. ربنا يسوع بيأمرنا النهاردة ان احنا نكنز لنا كنوز في السماء، والكنوز السماوية هي الرصيد اللي باقي لينا في الحياة الابدية. فيقول سفر الرؤيا: طوبى للاموات الذين يموتون في الرب منذ الان، انهم يستريحون من اتعابهم واعمالهم تتبعهم. يبقى الاعمال بتاعتهم هتبقى خزين ليهم في السماء، كنز. وعن الخدام ايضا اللي بيخدمهم وبيردوا كثيرين الى الله، بيردوا نفوس لمعرفة المسيح، يقول عنهم سفر دانيال: يضيئون كالكواكب، ينوروا فوق زي الكواكب. وربنا يسوع ايضا قال: كأس ماء بارد لن يضيع اجره. وفي المثل بتاع العذارى الحكيمات والجاهلات، الخطأ الكبير بتاع الجاهلات ان ما كانش معاهم زيت، ولما جاء العريس ام الجاهلات قالوا للحكيمات: اعطينا من زيتكن لان مصابيحنا تنطفئ. فقالوا لهم ان الزيت اللي معانا لا يكفي واياكن، ده يا دوبك احنا حوشناه لنفسينا. وامثله كثيره وحوادث ايضا، مثل حادثه اقامه طبيسه لما اقامها بطرس من الاموات، فكانوا بيعيطوا عليها وكانوا بيوروا له الفقراء اللي ماشيين وراها، بيوروا له الهدوم بتاعتهم والقمصان بتاعتهم اللي عملتها طبيسه. فتحنن قلب معلمنا بطرس وسمع لصراخهم وقال لها: يا طبيسه لك، وقال لها: قومي. فقامت بصلوات هؤلاء وشفاعات هؤلاء الذين خدمتهم في يوم من الايام. ففي كنز احنا بنكنز ليه في الحياة الابدية وبنخزن فيه، وكل الواحد ما يكون رصيده اكتر كل ما يبقى فرحان اكتر. ولما التلاميذ قالوا للرب يسوع ان احنا تركنا كل شيء وتبعناك، قال لهم ان انتوا هتاخدوا 100 ضعف والحياة الابدية. هو ده الموضوع اللي بيكلمنا عنه ربنا النهاردة، الكنز السماوي. نحاول نكنز لفوق ولا كل فكرنا متجه للارض؟ وبعدين رجع قال: حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. ان شفت انسان مشغول بالسماويات اعرف ان كنزه في السماء. ان شفت انسان مشغول بالارضيات اعرف ان كنزه في الارض. ان شفت انسان مواظب على الكنيسة، مواظب على الكنيسة وبيتمم كل العبادات والصلوات والاصوام ويعترف ويتناول، لكن مشغول بالارضيات، فاعرف ان كنزه مش في السماء. شوف قد ايه. ان شفت انسان مواظب على كل شيء في الكنيسة، صوم وصلاة وتناول واعتراف وحضور قداسات، ومش مشغول بالسماء، اعرف ان كنزه في الارض مش في السماء. حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. الرب يسوع قال كده، القلب بتاعك يبقى محطوط هناك في الكنز ده. لما واحد يكون له كنز في العالم هنا في اي حتة يبقى قلبه مشدود ليه. انت دايما تحب تستقر حوالين المصالح بتاعتك، الكنز بتاعك. فحيث يكون الكنز هناك يكون القلب، ويبقى القلب بتاعنا مشدود للكنز بتاعنا. المهم ان ربنا في بداية الصوم حسب ترتيب الكنيسة الجميل حطنا الانجيل ده ان احنا نبتدي نحضر الكنز بتاعنا. والجميل جدا ان الانجيل ده يجي في بداية الصيام عشان خاطر يبقى كلام ربنا واضح من الاول. يلا انتوا صايمين ليه؟ سؤال مهم جدا. ليه احنا صايمين؟ قال عشان خاطر اهو صايمين؟ لا، احنا ناس بنخزن في الكنز السماوي. الانجيل بتاع الحد اللي فات لما جه يعمل افتتاحية للصيام كده، فاتكلم عن الصوم والصدقة والصلاة، الثلاثة مع بعض. كأن الصوم من غير الصلاة ما ينفعش، والصوم من غير الصدقة ما ينفعش. الكنز السماوي. احنا دلوقتي يا جماعة في بداية الصيام لنا كنز في السماء واحنا بنخزن فيه. نخزن فيه ايه؟ يبتدي قلبنا ينشغل بالسماء. دي اول حاجة في بداية الصيام. يبقى الناس اللي جاية الكنيسة النهاردة واللي بدأت الصوم تبتدي قلبها يتشغل بالامور السماوية، لان احنا مش بنصوم لذات الصوم. طب ما الهنود بيصوم اكتر مننا،
ناس تانيين بيصوموا أيضا صيامات أقصى من الصيامات بتاعتنا. الصوم مش حرمان ولا كبت، لكن هو الصوم انطلاق للروح ونمو للفضائل الروحية ونمو لمحبة المسيح. لما تسمع الاسم اللي بتتقال في آخر القداس تعرف كده: الصوم والصلاة هما الذين رفع إيليا إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود. الصوم والصلاة هما اللي عمل بهما أهل نينوى وأرض ربنا ورحمهم. الصوم والصلاة اللي عمل بيهم الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح. الصوم والصلاة اللي عمل بيهم الشهداء وسفكوا دمائهم من أجل عظم محبتهم في المسيح. والصوم والصلاة اللي عمل بيهم الأبرار وسكنوا الجبال والبراري وشقوق الأرض. الصوم أصلا بداية رحلة جميلة جدا. أنا الكنز بتاعي السماوي لو أحاول أعمل حساب دلوقتي، لما بيبقى لي حساب في العالم مش بيجيلي كشف في الحساب كده، تعال نعمل حساب النهاردة وريني أنا مخزن إيه. ناخد دقيقتين كده راحة، كل واحد يفكر مع نفسه إيه اللي مخزنه فوق في السماء. كل واحد يشوف إيه اللي مخزنه الواحد في السماء، وبعدين نبتدي نفكر. طب معلش، نشكر ربنا ادانا فرصة اهوت لصيام جديد، سنة جديدة، وده احنا بادين في اول الصيام الكبير. ايه خزناه فوق؟ محبة لربنا، محبة للآخرين، فعل خير. طيب احنا نفذنا وصية المسيح اللي قال اسهروا وصلوا، اسهروا وصلوا. احنا بنسهر صحيح؟ طيب احنا نفذنا وصية المسيح في حاجات كتيرة خالص: عدم الإدانة ومسك السيرة وحفظ الإنسان نفسه في طهارة وفي عفة. إيه اللي خزناه؟ نبتدي نحاسب نفسينا كده في أول الصيام ده ونقول يا ولد هيعدي منك الصيام، ونبقى إحنا ناس مش عاقلين، ونبقى الشيطان بيضحك علينا إن إحنا يبقى عندنا اسم المسيحيين وإحنا ملناش حاجة في الكنز السماوي. يلا بينا يا إخوتي نبتدي نحاسب نفسينا بدقة ونقول أيوة الصيام ده مخصوص هنصوم عشان يبقى لنا خزين فوق في السماء. إن شاء الله نصوم عشان يبقى لنا خزين فوق في السماء. يلا بينا نحدد الهدف بوضوح. ليه احنا صايمين؟ عاوزين يكون لنا رصيد فوق في السماء ينفعنا في الحياة الأبدية. مدح السيد وكيل الظلم لأنه بحكمة صنع. أنتم أيضا اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم ينفعونكم في المظال الأبدية. الراجل الوحش الشرير لما جه يترفد من شغله زور في الأوراق عشان يضمن مستقبله. يلا بينا احنا نضمن مستقبلنا، وأموال العالم دي كلها أموال ظلم. نصنع لينا أصدقاء ينفعونا في المظال الأبدية. إذا يا إخوتي الصوم هو عملية خزين وما يتفهمش غير كده. إحنا مش بنأدي فرض، ما عندناش في المسيحية فروض أبدا، لكن إحنا في المسيحية بنخزن. حياة الروحية شايفها تعبانة. أنا نفسي أجي في توبة قوية كده لربنا بوضوح وبصراحة، ونفسي أشترك في الذبيحة المسيح المتبوع عشاني على المذبح ده. نفسي أحب ربنا من كل القلب. ابتدي اوظف في الخزين بتاعي اللي فوق في السماء وابقى حريص، ابقى حريص. لان ممكن واحد بيخزن وفي فار بيجي يقرض الحاجة اللي بيخزنها كده وهو مش داري، وبعد سنين كده يلاقي مفيش حاجة تخزنها. ربنا النهاردة حذرنا، قال ممكن تخزن كتير، ممكن تخزن، لكن في حاجات تتسرق منك. قال ايه النهاردة في الانجيل؟ قال سراج الجسد هو العين. سراج الجسد هو العين. العين دي فتحة في جسم الإنسان، العين فتحة في جسم الإنسان. والمسيح ادعى اعتبار عجيب النهاردة. يعني ما قالش سراج الجسد هو العقل مثلا، العقل ده مثلا ممكن هو اللي بيحرك الجسم كله. أنا أفهم كده إن العقل بتاعي مثلا يقدر يخليني أبقى إنسان عظيم وأفكر تفكير عظيم. المسيح قال لا، ده الجسد كله مرتبط بالعين. أنا عاوز زي المسيح ما فكر نفكر النهاردة، أفكر النهاردة الجسد بتاعي السراج بتاعه هو العين، يبقى مفتاح حياتي الروحية كلها هي العين. غريب جدا ليه المسيح قال إن اعترضك عينك فاقلعها للدرجة دي؟ قال دي ممكن تضيع كل الخزين بتاعنا. سراج الجسد هو العين. إن كانت العين تضلم الجسد كله يصير مظلم، يعني مفيش حاجة. أنا بصوم عشان حياة القداسة والطهارة ومحبة الناس والعفة والزهد في العالم، وبخزن ليا رصيد، وتيجي العين تضيع كل حاجة. وقال لنا في صنفين من العين، عين بسيطة وعين شريرة. العين البسيطة تشوف الأمور بسيطة، تشوف الأمور بسيطة. العين الشريرة مظلمة، تضلم دايما. إذا شافت حاجة عند حد تغير وتحسد. العين الشريرة عين حسود، والحسد هنا يعني الإنسان يسيء لنفسه، يعني يشتهي حاجة غيره. العين الشريرة عين غضوبة. العين الشريرة عين ديانة، تشوف دايما عيوب الناس وتترصص. العين الشريرة دايما عين شهوانية،
تحب دايما شهوات العالم وتتمتع بيها لدرجة ان دي تبقى كيف بالنسبة للانسان، حاجة ما يقدرش يستغنى عنها ابدا. العين ابدا دي العين الشريرة دي. عشان كده ربنا يسوع النهاردة قال دي تتبوظ لك كل الشغل بتاعك بتاع الصيام. قال تعمل ايه؟ قال العين الشريرة دي، العين دي عين ما تشبعش ابدا. تعرف العين دي المسيح حطها في اعتبار خطير جدا. قال دي سراج الجسد كله، وان كنت تقلعها يبقى ان اعترضتك الحها. لا مش للدرجه دي يا رب، دي وصيه صعبه. قال انا ما بحطش وصايا صعبه، اوعى تفتكر في المسيحيه وصايا صعبه، دي نصائح. بقى انا قال كده احسن لك تدخل الحياه الابديه بعين واحده من ان انت تلقى كلك في جهنم. يعني انا مش بقول لك اقلع عينك، المسيح مش اغاوي قلع العينين. المسيح بيقول احسن بدل ما تكون حياتك كلها جهنم الابديه ان اعترضتك ايه؟ عينك. يا رب يسوع اعطيني عين نقيه بسيطه. طب وانا هقلعها ازاي ديت؟ لا مش هنقلعها، ولو ان في تاريخ الكنيسه في واحد قلعها. لكن اذا كنت انا اكتشفت هذه الخطوره ان الكنز بتاعي يضيع بواسطه العين، يبقى انا هاجي كده قدام المسبح بتاع ربنا ده واقول له يا رب شوف الشهداء اللي بنقرا سيرتهم الجميله الحلوه العطره ديت دول سفكوا دمائهم عشانك. الاباء القديسين اللي عاشوا في القداسه وصورهم ماليه الكنيسه دول ادوا حياتهم كلها ليك. طب وانا عملت لك ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انا اقدر اديك عهد دلوقتي ان انا اضبط فكري وعيني لحسابك يا رب، كاني قلعتها. كاني ايه قلعتها؟ طب افرض انا عيني ما ضبطتهاش، افرض انا عيني جيت اضبطها ولقيت في مقاومه، تفتكر هموت يعني؟ يبقى اذا مش هوصل لمستوى قلع العين. لما يبقى عندي ايمان ان العين ديت ممكن تضيع حياتي كلها، يبقى ربنا هيديني القوه لضبطها وهطلب معونة ربنا. وتبقى العين ديت لما تبقى مضبوطه هتبقى عين بسيطه، هتبقى عين شاكره، هتبقى عين محبه للاخرين، هتبقى عين عفيفه، مش هتبقى عين مليانه من شهوات هذا العالم. بيقول احد ابائنا ان العين دي تاخد الصور من بره، ما فيها عدسه، تاخد الصور وتوديها للعقل وتطبع هناك النيجاتيف. وانت تعرف النيجاتيف عند المصورات يعمل بيها ايه؟ يطبع منها آلاف النسخ، كل ما تخلص الصور يطبع. فالعين يا دوبك بتدخل صورة وتنبسط منها، تترسم جوه في العقل، العقل يبتدي يعمل نيجاتيف منها، وبعدين يبتدي يطبع نسخ لا نهائية. احيانا الانسان في نومه تبتدي تطلع النسخ ديت من العقل، ما هو بيورد صور على طول وخيالات، ويبتدي الانسان يبقى مخه مشحون بشحنات خطيرة جدا. لو حاول انه يقاوم فيما بعد ما يقدرش، لانه هيبقى دلوقتي العقل انتج انتاج فوق الطاقة. فضبط العين عملية مهمة خالص. ده انجيل النهاردة بيقول كده، العين البسيطة. العين دي عاوزة عملية ضبط كويس جدا. مش انت يا ابونا بتتكلم عن خزين للصيام؟ طب ليه ما يكونش ده التدريب بتاعي في اول الصيام، ان انا احصل على عين مضبوطة؟ وهو يستحسن ان انا تكون عيني مضبوطة ولا عيني بلا ضابط؟ طب ما لما تبقى عيني بلا ضابط ابقى ماليش ارادة ولا بقاش ليا جهاد روحي ابدا. وانا ما بضبطش عيني كنوع من الكبت والحرمان ابدا، لان الصور اللي ممكن تشوفها عيني ليست ضرورية لحياتي عشان اعتبر ان انا ما شفتهاش تعتبر بالنسبة لي موت وعدم حياة. ولكن العين المضبوطة عين تعبر على ان صاحبها له ارادة. الحقيقة يا اخوتي نرجع للموضوع من الاول. المسيح قال حيث يكون كنزك هناك قلبك، ده اللي بيحرك الموضوع. تفتكر لو الكنز بتاعي، لو انا اجيب واحد دلوقتي واكلمه عن اللبس الحشمة واقول له ان انت المفروض تلبس لبس حشمة لطيف، وان انت اعضاء جسمك تكون متغطية وما تجريش ورا مباهج العالم، ويكفي ان واحنا بنتحدث عن العين ايضا انسان لبسه ما يكونش مناسب يكون سبب عثرة لغيره، يقول لك لا لا انا بعمل كل جهدي، المهم ربنا يهمه القلب. ربنا يهمه الايه؟ القلب. طيب ليه الانسان بيراوغ؟ عارف ليه؟ حيث يكون كنزك هناك يكون ايه؟ قلبك. لان هذا الانسان كنزه في جسده، وكنزه في مظهره، وكنزه في لبسه. فهذا الانسان الكنز ده هو اللي شاغل باله. لما تيجي تكلمه عن حاجة تانية تبص يلف على طول ويرجع عشان كده احنا نؤمن ان العفة واللبس والمظهر الخارجي والحاجات دي كلها ثمرة داخلية للقلب، يعني بتكشف عن طبيعة القلب الداخلية. وكل تصرفات الانسان ايضا بتنبع من القلب، لان من داخل القلب تخرج كل الافكار، تخرج كل حركات الانسان. يا اخوتي الكنز ده هو اللي بيحرك حياتنا. حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. احنا في اول الصيام، يلا بينا نكنز لانفسنا كنوز.
يقول عنها ربنا يسوع المسيح: لا سارق يقدر يقرب منها ولا يفتتها سور. ده الكنز السماوي. طيب ايه اللي قاله لنا ربنا النهارده من الوصايا الجميله جدا اللي تساعدنا وتدينا اطمئنان؟ قال: لا تهتموا للغد. الغد ده مش بتاعكم، ده بتاع ربنا. من اكبر الحاجات اللي تفسد الكنز بتاعنا الهم والقلق. الهم والقلق. والمسيحي صدقني كده، المسيحي الحقيقي اللي بيدور على خلاص نفسه، هو ده شخص عايش في اطمئنان وسعاده لا يمكن ان توصف. يعني اوعى تقول لي في انسان في الدنيا دي سعيد قد الانسان المسيحي اللي القى كل رجاءه وكل همه على ربنا، ادى اولاده لربنا وحياته لربنا وقلبه لربنا وبيته لربنا وكل ماله لربنا، مش شايل هم. عمره ما حس في حياته انه هو اللي بيرتب لنفسه، لكن كل ترتيب حتى لما يغلط ربنا يحول الغلط بتاعه للخير. حتى لما يغلط، لما اغلط يقوم ربنا يحول غلطاتي للخير، وحياتي كلها مترتبه من ربنا، ما شيلش هم ابدا. وكلمه هم هنا طبعا البسطه اللي ما لهمش عمق روحي يقول لك يعني مش هرتب بكره بقى، يعني واحده مش بتوضب طبيخ الاسبوع مثلا مش هتوضبه، يعني واحد مثلا في التجاره بتاعته ما يعقدش صفقه مثلا هتتم بعد سنه ولا حاجه. لا لا لا، المسيح ما قالش كده، ما قالش كده. احنا مش ضيقين في تفكيرنا. ده بيقول لا تهتموا. كلمه لا تهتموا يعني ما تشيلوش الهم، مش ما ترتبوش حياتكم. ده بالعكس، إلهنا إله ترتيب وإله نظام ومش إله تشويش أبدا. ولما جه يأكل 5000 قال لهم قعدوهم 50-50، فده ترتيب ونظام. ولما خلصهم قال لموا الكسر. طب وانت شايل هم لبكره يا ربي؟ قال لموا الكسر تنفع لبكره. أبدا، احنا مش عندناش المسيحي صاحب التفكير الضيق. احنا بنتكلم عن الهم. الهم ده يعني يساوي ايه؟ الهم يساوي القلق والخوف. القلق والخوف وايه كمان؟ وقلة الايمان. واحد شايل الهم، هم بكره. تتصور ان ربنا يسوع المسيح لما جه يسلم الشهداء قال لا تهتموا من قبل بما تتكلمون به وانتوا رايحين تتقطع رقبتكم؟ خلي بالك، شوف الايه وصلت لغايه فين. لا تهتموا من قبل. المسيح الحقيقه يا اخوتي هو انسان عايش وربنا عايش فيه. انا الهم بتاعي دلوقتي زي ما بيقول بولس الرسول: لا تهتموا بشيء بل بكل شيء في الصلاه لكي تعلم طلباتكم لدى الله. ان كان في هم صحيح عندك خلي الهم ده يكون في الصلاه بس. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه. ان كان في هم صحيح واهتمام خلي الهم بتاعك والاهتمام ده يكون في الايه؟ في الصلاه. ابقى انت راجل صلاه، وقف قدام ربنا وحط كل همومك، وبلاش همومك لوحدك وهموم بيتك وهموم ولادك كلها، ومش هموم ولادك وهموم الكنيسه كلها ارميها قدام ربنا، ومش هموم الكنيسه وهموم العالم وهموم الشغل واصدقائك والمسيحيين وغير المسيحيين واللي تعرفوا واللي ما تعرفوش، واللي عنده تجربه واللي عنده الم واللي عنده ضيق واللي عنده مرض. حط كل ده لربنا. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه لكي تعلم طلباتكم لدى الله. لكي تعلم طلباتكم لدى الله. الانسان المسيحي انسان يعيش في ملء الاطمئنان والسعاده. تقول لي طب وتجارب العالم اللي احنا فيها؟ طب انسان في المرض مثلا يعيش في اطمئنان ولا ما يعيش في اطمئنان؟ قال يعيش في اطمئنان ايضا، لان هذه الحياه ايضا اللي وهبها لي ربنا هي ملكه هو، في صحه او في مرض، في ضيق او في فرج، في الم او في عدم الم. اقول ايه؟ اقول لي الحياه هي المسيح، حياتي هي المسيح. المسيحي خلي بالك كويس، المسيحي انسان بيعيش بربنا مش بالكلام. لان انت اول ما قبل ما تبقى مسيحي جيت هنا واتعمدت، ولما اتعمدت بقيت ابن ربنا، ولما بقيت ابنه بقيت تبعه، ولما بقيت ابنه ادالك اغلى ما ليه، اغلى ما ليه روحه القدس فسكن فيك. فانت دلوقتي انسان حامل روح ربنا، مش انسان عادي. وبعدين الروح القدس ياخذ مما للمسيح ويعطيك، مش يعطيك امور ماديه. الروح القدس يعطيك من امجاد ربنا يسوع المسيح. وبعدين الروح القدس يشبعك من جسد الرب ودمه، يعطيك غفران ويعطيك توبه، يعطيك محبه لله وللناس، يعطيك سلام حقيقي ليس كما يعطي العالم. سلام حقيقي. سلام العالم سلام مطلسق كده مادي، سلام ربنا سلام حقيقي يفوق كل عقل. يعطيك الروح القدس كل هذا. يبقى الانسان المسيحي انسان عايش في العالم لكن انسان غني، غني جدا بمواهب ربنا وبمحبته، ومش شايل هم ابدا. ما يحتاجش يحسد ليه، لانه واخد اقصى ما يمكن ان ياخذه الانسان، واخد ربنا. ما يغيرش، ما يضطربش، ما تشغلوش هموم العالم ولا مضاته ولا ارتباكاته، لان له كنز في داخل قلبه حيث يكون كنزك.
يلا يا إخوتي بنعمة ربنا في بداية الصيام ده، وده احنا في الحد الأول، نحط هدف واضح قدامنا. صايمين ليه؟ صايمين ليه؟ احنا نفسنا نحصل على الكنز الحقيقي ربنا يسوع المسيح، ويبقى الكنز ده هو حياتنا، ونبتدي نوضب. وده مش هينقصنا في العالم شيء، بالعكس هيزيدنا بركة. تفتكر الحياة مع المسيح تعقدك وتحرمك من العالم؟ أبدا. الحياة مع المسيح تعطيك سلام، وتعطيك نجاح، وتعطيك اطمئنان، وتعطيك بركة، وتعطيك علاقات كويسة مع الآخرين. الحياة مع المسيح ما تضرش أبدا، ده بالنسبة للعالم. واحنا مش بنتكلم في الحتة دي، لأن ربنا قال اطلبوا ملكوت الله وبره. هذه كلها مش هتعطى ليكم، قال تزاد. في فرق بين تعطى وفي فرق بين ايه؟ تزاد. ملكوت الله يا اخوتي داخلنا، وهو ده هدفنا في بداية الصيام. نبتدي نصوم بجدية، ونحفظ سراج جسدنا نيرا لئلا تظلم أجسادنا. نحفظ العين بتاعتنا، ونحترس من الهم، لأن الهم يفسد الحياة الروحية، لأن هو يساوي عدم الإيمان وضعف. إلهنا الصالح يبارك في أصوامنا وعبادتنا، ويكمل لنا هذا الصوم المقدس لكي نكون مستحقين إن احنا نشترك في آلام ربنا يسوع المسيح وقوة قيامته. لإلهنا المجد دائما.